احب اقول لكم الرز المعمر اللي انتوا كلتوه حاجه، والرز معمر بتاع حدوته حاجه تانية خالص. اول حاجه نشغل الفرن على درجه حراره 200، والفرن ده من اريان ودي شركه مصريه 100%. وحل على النار نحط لتر ونص من اللبن يكون فريش مش معلبات، عشان الاكله دي محتاجه صحه، وثلاث اربع معالق من السكر ورشه فانيليا. واول ما اللبن يسخن هنشيله على جنب. وهات الطاجن بتاعك والقشطه البلدي وندهن بالقشطه الطاجن بالحلاوه دي. وعنده نص كيلو رز مصري مغسول نبدا نحطه في الطاجن، ومعلقه سمنه كبيره نبدا نوزعها في كل حته في الطاجن. وتعالى باللبن المسكر تبدا تنزل واحده واحده وعلى الهاديه زبادي. والله حدوته مدلعكم، ونقلب تقليبه حلوه وتخلي اللبن يا دوبك عالي عن الرز بعقله صباع. ونرجع كمان مره نحط قطعه من القشطه. مش بقول لكم الاكله دي محتاجه صحه. والفرن بتاعنا سخن والسعه بتاعته 50 لتر، وفي مروحه ولمبه وشوايه، والازاز بتاعه على طبقتين، وبيجي مع كل الاكسسوارات بتاعته. ومن هنا بنتحكم في درجات الحراره والوقت، وانك تشغله فرن او شوايه. من الاخر حدوته وخفيف، وممكن تاخده معاك في العربيه لو انت مسافر. والرز قعد معايا حوالي 40 دقيقه وطلع معايا بالحلاوه دي. اول ما طلعته حطيت عليه حته قشطه وشويه فستق. والله حدوته مدلعكم. اعمل سيف للحلقه دي وتاكد انك عامل لي فول على الانستجرام عشان في دلع جاي. سلام.